افتح اسبرنت يلا. في يا ابو عمو، انت بتصطاد سمك بالتليفون ولا ايه؟ لا بصور غريق قدامه دقيقتين ويموت. صور ايه؟ تعمل ايه يا زين؟ يخرب عقلك يا زين! الله اكبر. الحمد لله على السلامة يا بطل. خرجتني ليه؟ وانت اللي كنت رامي نفسك؟ ايوه انا رميت نفسي. عايز تقابل ربك كافر؟ زهقت من الدنيا والدنيا كرهاني. الدنيا ما بتكرهش حد، والا ربنا ما كانش خلقك من الاساس. اكيد ليه حكمه وسبب، كيف ما جعلني سبب ان انقذك دلوقتي عشان يديلك فرصه تانية. سنين علام وشقة عشان شهادة ما عملتليش حاجة، حتى اللي قلبي اختارها وكانت مصبراني ومهونة علي سابتني واتجوزت الجاهل اللي معاه فلوس. والله العظيم والله على قد ما بنصبر على قد ما ربنا بيدينا. خلي عشمك واملك في ربنا كبير، بشر ولا تنفر. خليه يلعب نفسه ويحكم لنفسه وياخد الكاس كمان. يا ريس يا ريس، بس كده هيعند اكتر. هيعمل ايه يعني اكتر من اللي بيعمل؟ سيبوه يفرح شويه ويحكم علينا بفدان ولا اتنين، ما هو ما بيصدق يلقاني في اي مصيبه علشان يطلع السواد اللي جواه من ناحيتي. طب واخرة الكره ده ايه يا ابوي؟ ملوش اخر يا ولدي، ملوش اخر. ان كان بيكرهني قراط انا بكره 24. خد روحي مني، عملوا كيف؟ نشوفوا مين اللي هيكسب في الاخر. طب هنعملوا ايه يا كبير؟ مش هنروحوا؟ لا نروح ونحاول نلمها كمان، بدل ما القضية تنتقل من ساحة الجناوي لمديرية الأمن. عاوزينش نتعبوا حبايبنا بشوات المديرية، ويا بخته اللي يبيت مغلوب ولا يبيت غالب. ترى تأخيرك على الجلسة أزمة مواصلات ولا أزمة تربية؟ لازمة مواصلات. تقصد ايه يا شيخ صالح؟ قصدي إن بعد ما قمنا بقياس أرضك طلعت 36 فدان، رجعنا الأوراق الرسمية لقيناها 35. الفدان الزيادة ده جه منين؟ يا إما مديت يدك على أرض الراجل اللي جنبك، يا إما فدادينك بتعشر المقاسات دي غلط. أنا سمحت لك تتكلم. النوبة الجاية هطلعك برا الجلسة. تطلعني أنا؟ احنا مش قاعدين على مصطبة، يا تحترم القعدة دي يا ما تقعدهاش. ولذلك قررنا رجوع كل شيء لأصله، وتصبح مساحة أرض الحج هتلر 35 فدان، وأرض الحج سيد 4 فدادين، بالإضافة لفدان يتضم من أرض الحج هتلر لأرض الحج سيد، وتصبح مساحة الحج هتلر 34 فدان.
ومساحة الحاج سيد 5 فدادين. ينصر دينك يا حاج صالح. وده في شارع مين؟ ده في شارع صالح الجناوي. طب قلنا ياخد الفدان اللي بتقوله حقه، ياخد فدان زياده بتاع ايه؟ أدبا ليك وعبرة لأي حد يفكر يمد يده على حاجة مش من حقه، يعمل حساب القعدة دي ويعمل حساب ان البلد دي لها كبار. مش عاجبك؟ فدانك عندي يا حاج سيد، وحسابي بيني وبينك هتلر نتصفوا فيه براحتنا. ايه قولك؟ لا نتصفوا ولا ما نتصفوش، بصمني بصم. الورقة الثانية. يلا يا موسى. ابصم يا حاج سيد. الف مبروك يا حاج سيد. الله يبارك فيك يا حاج فخر. اعمل ايه بس يا رب؟ في ايه يا مرت عمي؟ ماله زين؟ درجة حرارته ما بتنزلش. الهوي كان بيرمح وهو عرقان، لقي واحد بيغرق ما هنش عليه، فط وراه يجيبه، طلع عيان. ده الولد المفروض يركب القطر كمان كام ساعة، عنده امتحان في مصر. مصر لا يا مرت عمي، ما تخلوش يسافر. ما هخليهوش يسافر، واللي يحصل يحصل. طبعا عنك انت يا مرت عمي. انا هكمل. هاتي خد يا بنتي، ربنا يستر. هروح اصلي العشاء. ما تخافيش، خدي بالك منه يا ليلى. ما تخافيش يا مرت عمي. ربنا يزيح عنك يا ولدي. عايرتني الايام على جرح، وامتى قولي لي يا دنيا تسامحي، يعني لا بيخف ولا يطيب، واللي فضلت عشانه ما ضحي، ركبوا احزاني ما بين فرح وجابوا عليا اللوم والعيب. وعايرتني الايام على جرح، وامتى قولي لي يا دنيا تسامحي، يعني لا بيخف ولا يطيب. بعد ما سمموا عيشي وملح، وخانوا احساسي وكل جوارحي، زرعوني الاحزان في ملامحي، وخلوني عن الوعي بغيب. عجبك؟ جوي. اسمها هدى، دي مش سهلة خالص، وكل زبائن المكان هنا بيحاولوا معاهم ما طلعوش. السهل دايما ماسخ، وفي احلى من الصعب. زرعوني الاحزان في ملامحي، وخلوني عن الوعي بغيب، ومحدش بقى راضي يضحي، كله بيمسح وبيمحي، خلوا احلى ما فيا يشيل. تحية بالعملة الصعبة من راجل المواقف الصعبة هتلر بيه، وسمعني سلام الدولار بعد ما ادفع الافطار.